هاي هاي، ازيكم؟ جبت اوردر جديد من براند فظيع، مصري. ومبسوطة قوي ان البراند ده مصري. البراند ده بيعمل لاشز وفرش، وبدأ يعمل ميك اب. اعتقد معظمكم عارفينه. هو براشيا بايسوما. رموش في السواري مش بستغنى عنها بجد، رموشهم فظيعة، احلى فوكس منك. لو مش تقدري تجيبي منك او المنك غالي فعلا تحفة. الطقم ده بقى يعني هفتحه واوريهولكوا. طقم تفاصيل بجد، الكواليتي عندها زي الهاي اند، وفي حاجات عندها احلى من الهاي اند صدقوني. الفرشة دي لسه مجربتهاش، بس فتحتها شفتها من جوه، من ملمسها ومن شكلها هتفرق جدا في الحواجب. وكمان انا جايبه الاوردر ده بصراحه من حبه صعبان ما صورته ليكو. الجلو بتاعها مش اول مره اجيبه، يعني مش اول مره اجيب الجلو بتاعك يا سوما. اهو طبعا ما استغناش عنه، ده احلى لوكال براند بيعمل جلو لرموش بجد. اهو رموش، ولازم اعمل ريفل. الفرشة دي فظيعة، الفرشة عندها السنجل والأطقم الفرش فظيعة. دي اعتقد مسمياها فرشة داليا مطر، ناحيتين كده بجد تحفة في الحواجب، وساعات بعمل بيها ايلاينر، حلوة جدا. بصوا بصوا الكواليتي. نفتح بقى طقم الفرش ده عشان ياخد حقه. يلا. لا لا، عايزاكم تبصوا على الفرش بجد. شفتوا فرش يعني بالحجم ده؟ كواليتي الفرش بجد حلوة قوي. بصوا بصوا عاملة ازاي. بصوا بالنسبة لصباعي قد ايه، مع العلم ان صباعي مش كبيرة خالص. بصوا حتى كواليتي الايد، يعني مش بس الشعر، كله شعر طبيعي. ودقة الفرش وجمالها انتوا مش متخيلين. يعني هي طبعا بتعمل اطقم فرش كبيرة وكتيرة، واعتقد ان ده اصغر طقم فرش، بس بجد في وجهة نظري من اهم اطقم الفرش اللي عملتها بجد. يعني فرش بالحجم ده مش موجودة بسهولة، بكل اشكالها، الانجلد والشعرها قصير والمبطط بجد تحفة. والبنسل الصغيرة دي، البنسل الصغيرة دي بندوخ عليها صدقوني. فالطقم ده عظيم 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 يا سوما. زي ما قلت لكم فرشه الحاجب هجربها، بس انا بقول لكم ما فتحتها وشفت الشعر بجد حلو قوي، وسعرها لا يصدق. يعني انا جبتها في سلكة عامله 50%، بس هي حتى من غير 50% ب100 جنيه. يعني بجد، يعني بصوا الباكج وبصوا محترمه الفرشه ازاي يعني اصلا. ف الجلو قلت لكم عملت منه ريفل. بتعمل جلو سترونج وسوبر سترونج. السوبر سترونج المفروض ان هو بيقعد 3 ايام للي بيحطوا رموش بشكل يعني كبير. بيقعد 3 ايام. والجلو العادي السترونج بيقعد معاكي اليوم كله. بجد من احلى جلو رموش اللي جربتها في حياتي. يعني قد ايه المنتج ده بيفرق مع كل ميك اب ارتست ومع كل حد بيحب رموش. جمال الرموش بقى يعني نفتح بقى كده ونديها حقها. بصوا من اول رموش خفيفة من قدام، طويلة من ورا، رموش تعتبر متساوية، رموش تكاد تكون طرفية. بصوا بصوا الرمش ده، بصوا بجد الرمش ده. بصوا الحاجات الدراماتيك، حاجات الناتشرال الفظيعة، الاتنين دول فظاع. بصوا الرموش دي يا جماعة فوكس مينك. بصوا الرمش من الجنب، دي فوكس مينك، يعني مش مينك طبيعي، بس كواليتي فظيعة. بصوا من الجنب. مش اول رموش اجيبها من عندها، جبت ده من عندها قبل كده برضو عشان السواري، برضو حلوة قوي. بصوا من الجنب، حسيت الشكل ده مش تقيل قوي مش خفيف قوي، فبيلي على معظم العيون. حبيت برضو اجيب الاشكال المختلفة دي عشان اشكال العيون المختلفة، وعشان جمال رموش سوق.
سوما كمان عامله ليكويد بlush في لاين الميك اب، عامله بلاش باودر، عامله كومباكت باودر، عامله بيجمنت وشيمرز وجلاترز، عامله الباليت بتاعت اسماء عادل، آم، حطت فيها الوان اختارتها اسماء، استاذه اسماء طبعا. وبجد الباليت دي عظيمه، هجربها ان شاء الله واوريها لكم، او يعني هجيبها واوريها لكم. عملت حاجات كتير قوي. أم، فعايزه اقول لها شكرا بجد على اللاين اللي يشرف، واللي يفرح واللي يوفر كتير قوي على كل الميك اب ارتست واللي بيحبوا الميك اب. لو عجبكم الفيديو اكتبوا لي في الكومنتس وقولوا لي عايزين فيديو ايه المره الجايه.